آخر 25 سنة الهلال والأهلي والاتحاد حققوا بطولتين دوري أبطال، لكن الفرق إن الأهلي والاتحاد كسبوا أكثر من إنهم خسروا. بالمقابل الهلال خسر 3 نهائيات وكسب 2 منهم، هذا غير عشرات السيناريوهات العجيبة مثل ذوبان 2010 وشباب الأهلي 2015 وفترة الصندوق هذه آخرها خسارة السد. فالهلال ضيع على نفسه فرص كثيرة. اليوم الفارق بينك وبين بوهانج وأوراوا لقب واحد فقط، وبينك وبين أندية جدة والعين والسد لقبين. فإذا استمر غيابك عن تحقيق البطولة فال5 سنوات الجاية إذا ما فقدت فيها زعامة البطولة فغالبا بتكون شريك، ما راح تكون الزعيم بالانفراد مثل ما كان عليها الوضع سابقا. وتحقيق البطولة يتطلب أولا تنظيم إداري محترف واستقطاب مدير رياضي، ثانيا مدرب يناسب أسلوبك وأجانب أصحاب شخصية مثل كيسيه وديميرال ومندي. للأسف أجانبنا الحاليين تنقصهم الشخصية بشكل واضح، وغير هالنقاط كثير، لكن هذه النقاط الرئيسية. وصراحة أنا مشتاق للهلال اللي أعرفه، الهلال اللي بيلعب بكرة والله إنه أبعد ما يكون عن شكل الهلال اللي عرفناه فيه. أعطونا رأيكم واقتراحاتكم ولا تنسون اللايك والمتابعة.